السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين. أنا طلعت مكانتي القديمة. طبعا المكنة بتاعتي فيها عطل، فقلت أنا هطلع مكانتي القديمة ومش هطلعها وبس، لأ هقول لكم رحلتي مع المكنة دي. أنا أولا بدأت بالمكنة السمراء. آه، يعني كذا سؤال بلاقيه يسألوني أنا بادئة، أنا مبتدئة هبدأ بإيه؟ يعني المكنة اللي هشتغل بيها. أجيب السمرة اللي هي السنجر المنزلي، ولا أجيب التانية اللي هي البرازر، ولا أجيب الصناعي؟ بصوا، كل واحدة فيهم مهمة، بس أنا هنا دلوقتي إمكانياتي هي اللي هتحددني أنا هاخد أنهي فيهم. يعني انا دلوقتي كانت امكانياتي ما تسمحش، هجيب السمرة، ما تسمحش ان انا اجيب الصناعي، مع انها كانت وقتها يعني بسعر، كانت حوالي ب4000 جنيه. يعني بس وقت ال4000 جنيه كان برضو مبلغ، فاشتريت دي. كانت رخيصة جدا برضو، كانت وقتها مش فاكرة 750 تقريبا. طيب انا اجيب ب4000 ولا اجيب ب750؟ لا، هجيب ب750. طيب انا امكانياتي سامحه ان انا اجيب باكتر، فهجيب باكتر. يعني انا امكانياتي دلوقتي هتسمح لي ان انا اجيب الصناعي دلوقتي بمبلغ، انا معايا المبلغ ده وهجيب بيه. طيب دلوقتي هتحطي آه، اولويات. لو انا جبت الصناعي بالمبلغ اللي معايا، طب هتشتغلي بايه؟ ماشي، فهي هتبقى كده، مش مين احسن من ايه، لا، كله شغال. انا دي اشتغلت عليها آه، ملايات، اشتغلت عليها ملابس اطفال، اشتغلت عليها حاجات كتير. انا قررت ادخل المفروشات علشان انا موضوع الملابس، انا خدت كورس ملابس، كل ده اونلاين على فكرة. يعني ما خدتش، ما روحتش اماكن ولا كده، كلها اونلاين عن طريق اليوتيوب. خدت كورس ملابس فصلت فعلا، ويعني خلاص. بس ما حبيتهاش، فدخلت في المفروشات حبيتها جدا، دخلت في الكفرات حبيتها جدا جدا كمان. يعني انا عندي شغل الكفر احلى من شغل ده. في ناس تانية عكسي تماما، فانا ما اقدرش احددلك انتي هتبداي بايه، انتي اللي هتحددي لنفسك. اول ما تخشي مجال الخياطة واسع جدا، انتي هتحددي هتدخلي مجال ايه. في آه حاجة جديدة يقولك انا هجيب بواقي مصانع واشتغل، ماشي، ما عنديش مشكلة. لو هي بداية كبداية ليكي ابدأي. طيب في ناس تقول انا عندي سمرة وهعمل ابواز مخدات وكفرات مراوح والكلام ده كله، تمام، بس هتشوفي بقى الخطوة اللي بعديها ايه. احنا مش هنفضل واقفين عند ده، خلاص. آه دي المكنة دي، بصوا بتستحمل، هي بتستحمل قوي كمان. بصوا انا هوريكم اللضمه بتاعتها سهله جدا. انا اول ما اشتغلت ما عرفتش اللضمه، من اول مره خلاص عرفت اللضمه. بصوا لضمتها، بصوا اهي. و كده في هنا حته كده بتحطي فيها الخيط. ماشي ماشي، استنوا هفكها لكم واعملها لكم من جديد. بصوا اهي، في زي مجرى هنا بتحطيها، وعند العيار بتدخليه كده الخيط. خلاص كده، خلاص، تمام. وهنا دخليها كده، وهنا اهي، بس كده، سهلة جدا. كمان المكنة التانية سهلة، هعمل لكم فيديو برضو على المكنة التانية، هعمل لكم برضو فيديو على المكنة التانية. كان في حد بيسأل
الفرماتورة فين اهي يا جماعة، اهي بصوا اهي، في هنا زي دراع صغير كده بترفعيه يعدلك اهي، بصوا اهي مشيت لورا كده، ماشيه لقدام اهي لورا اهي، بصوا على القماشه بتبان تمام. انا مش عارفه هي بتعمل الصوت ده ليه، بس هي مش كده. وده بنملى منه المكوك، انا بملى المكوك منه، بس مش ساعه الشغل، بتمليها بره. خلاص تمام. انا عندي هنا مكانتي فيها زرار هنا بيكشكش وكده، لا المكان التاني لا مفيهوش الكلام ده. المقصود من الفيديو ده ايه؟ ان امكانياتك ماشي مهما كانت قليلة او كتيرة بتعملك مشروع. مكانتك مهما كانت صغيرة او كبيرة هتعملك برضو مشروع. انا على فكرة شغالة في طقم مفروشات مش من اي يعني، من الغالي كمان، اللي بيعمل بيه تقفيلات كويسة واوفر وكل حاجة. طب انا ما عنديش اوفر، هجيب اوفر على فكرة، في اوفر صغيرة تمام. اهم حاجة في كل ده انتي حابة ايه. انا عايزة اعمل ايه؟ انا مبسوطة في الملايات. لا انا مش مبسوطة في الملايات، انا حابة هدوم اللبس، الملابس اعمل دريسات وفساتين انا ما بحبش اقول دريسات والحاجات دي صراحة. هعمل ماله الفستان اثر معانا في ايه؟ هعمل فستان، هعمل بنطلون، هعمل جيبة، هعمل كل الكلام ده. المسميات ديت ما فيهاش حاجة لما نقولها على فكرة. طيب انا مش حابة الكلام ده، انا هعمل ملايات. بالنسبة للكفرات تمام، هنحتاج بس تعديل بسيط، اللي هي الدواسة دي هنجيبها الدواسة البلاستيك، يا اما هنلف عليها استك مش استك، هنلف عليها بلاستر، علشان بس القماش بتاع الكفرات بيبقى بيمط، فمحتاجين بس الدواسة دي تكون آه، بلاستيك، نفي عليها بلاستر عشان بس ايه تدي الغرز الصح. هعمل لكم فيديو تاني للمكنة التانية اللي هي الصناعي، هنقول فيها كل التفاصيل. المكنة دي حلوة جدا، هتستحملك، بس هي فرق مع ضغط الشغل. يعني لو عندك ضغط شغل كبير قوي ربنا كرمك ولقيتي نفسك لا الدنيا بقت كويسة، معاكي شغل اكتر، يعني ربنا وسعها عليكي، فلا دي مش هنبيعها، هتركنيها على جنب وهتجيبي الصناعي، لان كده بقى انت هي جابتلك المكنة التانية، المكنة السمراء دي هتجيبلك المكنة التانية ان شاء الله. في مكنة تاني اللي هي البرازر، اللي هي المكنة البيضة الصغيرة دي انا ما انصحش ان انت تجيبيها المشروع، ما انصحهاش يعني. انت ممكن تجيبيها الحاجات لنفسك في البيت، حلوة جدا جدا خالص كمان يعني، انما كمشروع لا، افضل دي ان انت تجيبيها المشروع. اكتبولي في الكومنتات حابين تتكلموا على انهي مكنة واقول لكم تفاصيلها ان شاء الله. دي المكنة اللي انا بدأت بيها والحمد لله ربنا كرمني جدا كمان. انا كنت افرط فيها صراحة، بس لا قلنا لا خليها للازمات، او خليها انا حطاها في بيتي، انا بصور لكم البيت عندي، انا حطاها في البيت لما يكون في ازمة بطلعها. انا كنت ركناها وطلعتها، طبعا زيتها، ما تركنوهاش وقت طويل، ما تركنوهاش وقت طويل، طبعا زيتها وغلبتني الصراحة، غلبتني عبال ما اشتغلت، بس الحمد لله يعني اشتغلت وظبطت الدواس والدنيا تمام. اشتغلوا بقى، اللي عايز يشتغل مش هيوقفوا امكانياتي ايه، اللي هيوقفك انت قادرة تعملي ايه. يعني انا شاطرة في الخياطة، هشتغل في الخياطة،
شاطرة في الملابس هشتغل في الملابس. هعمل ملايات والكلام ده كله تمام. لا انا هعمل كفرات، حابة الكفرات تمام. في شغل كتير عليها. اهم من كل ده انك تكوني حابة الخياطة. اهم من كل ده تكوني حابة الخياطة. لو حبيتي الخياطة مش هيفرق معاكي المكنة اللي قدامك ايه. بصوا يعني دي انا قلت لكم يعني المفيد في المكنة السنجر. عايزين نتكلم على مشروع ايه؟ في مشروعات كتيرة صغيرة. انا هحط لكم في صندوق الوصف. في عندنا المراوح، مراوح ستاند، مراوح سقف. في عندنا كفر لكراسي السفرة، في عندنا كفر للمرتبة. في حاجات كتير. هحط لكم لينكات بتاع المشروعات الصغيرة دي اشتغلوا عليها. في كمان مشروع حلو جدا بعمله من استنى ما اطلع لكم ده. هأجل الشغل ده. بصوا، بصوا ده قطيفة. تمام. القطيفة ده بيتباع ممكن بالكيلو، بيتباع اطوال كده. في ناس بتبيعهم اطوال. انا عن نفسي مش بشتغل فيه اطوال لسبب. يعني انا ما بحبش اهدر. يعني ادام الحاجة جاتلك واشتغلتي فيها فما تهدريش. الحمد لله ربنا يوسعها علينا كلنا. انا يعني ما بحبش يكون عندي هدر كتير. المهم، بصوا بقى. آه نعمل دي هنعمل بيها حاجة صغيرة، وما شاء الله يعني مكسبها حلو جدا. بصوا انا عندي حتة القماشة دي. تمام. دي بقى كانت باقية من شغل كفر. دي ممكن اعملها ابواز مخدات. بنقيس 40. تمام. نطبقها كده. هنطبقها. بصوا انا مطبقاها اهي. بقيس هنا كده 35. انتوا شايفين؟ استنوا اما اظبط لكم الدنيا. بقيس ده كده 35، وده كده 40. تمام. لازم تكون متطبقة. لو مش مطبقاها لو مش مطبقاها هي مفرودة كده. بناخد شريحة 40 في 70. خلاص. ناخد شريحة 40 في 70 وبتطبقيها كده. وبتاخدي خياطة يمين وخياطة شمال وبس كده، وبتركبي استك وخلاص. هنعمل لكم فيديو ليها مخصوص ليها، يعني مفصل عن كده شوية. طيب عندك قطع صغيرة، حتت صغيرة نفس اللون. بتعملي لو قطع صغيرة بتاخدي 40 في 35. يعني انت عندك حلين. يا اما هتجيبي قطعة على بعضها 40 في 70، يا اما هتجيبي قطعتين كل واحدة فيهم 40 في 35. بيعمل لنا لأبواز المخدات دي حلوة جدا. مطلوبة اليومين دول جدا كمان. مشروع حلو قوي. اشتغلوا عليه. في مشروع الكفر المراوح. استنى اجيب لكم كفر. بص ده كفر مروحة انا عاملاه. بصوا ده طريقته هحطها لكم في الوصف. برضو ده شغله اليومين دول حلو قوي قوي كمان. طبعا كلنا بنلم المراوح، بنلم الدنيا يعني كل الكلام ده. ده كفر مروحة. طبعا بتشكليه وتعمليه والحوارات دي كلها. ان شاء الله ربنا ييسر الامور واعمل لكم يعني اوريكم حاجه معموله يعني محطوطه على مروحه. انا لحد دلوقتي مشيتش المروحه بتاعتي. اشيل المروحه واصور لكم انا عملت فيها ايه. تمام. في عندك كفر المراوح السقف. كل دي مشاريع صغيرة وسهلة وبسيطة. وخلي بالكم ممكن تعملوها بالمكنة السنجر.
بس فيها بس حاجة بسيطة، هنغير الدواس ده نخليه بلاستيك. ما عنديش بلاستيك، هنجيب اللزق ونلفه على الدواس ونشتغل عليه. تمام. يا رب يكون الفيديو ده مفيد واستفدتوا منه. آه ما تخلوش حاجة توقفكم. عندك مكنة سنجر صغيرة، طلعيها واشتغل عليها. عندك مكنة امكانياتك سامحة ان انتي تعملي مشروع بكل حذافيره. هاتي مكنة مش صناعي يعني هتقولوا لي نجيب انهي نوع، هكلمكم على الانواع في فيديو تاني ان شاء الله. ما تخلوش حاجة توقفكم. اهم حاجة في كل ده ان انتي تحبي الخياطة، علشان لما تشتغلي فيها ما تزهقيش منها. يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم، واستنى تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.